السلام عليكم، عساكم بخير وبصحة جيدة. إن شاء الله يلقاكم هذا الفيديو وانتم بخير وانتم فرحانين يا ربي. جبت لكم هذه التحية، يعني أنا سبق شاركتكم في فيديوهات سابقة منذ سنوات سابقة، عند 3 سنوات أو أكثر. تقدروا تزوروا القناة وتشوفوا مضمونها وراح تعجبكم بإذن الله. خليوا لي لايك واشتراك وفعلوا الجرس ليصلكم جديد القناة. نمرر الكريمة الطبقة الأولى. عندي كأس ونصف من الحليب، ملعقة ونصف من السكر، ملعقة ونصف من الفلون، ما يعادل نصف كيس من الفلون. ملعقة ونصف من النشا، نحركهم ونحطهم يعقدوا، مش راحين يعقدوا بزاف، يكونوا شوية سائلين. هذا الكمية تدير لك من 4 إلى 5 أفراد، تقدري تضاعفي حسب الكمية اللي تحتاجيها. حطيت الطبقة الأولى ونخليها تحكم روحها مليح، ونروح نوجد الطبقة الثانية. ما تبقى في الكيس تاع الفلون هذاك حطيت عليه الكأس ناقص أصبع أو أصبعين من الماء، وملعقة ماهيش مملوءة من السكر. يعني الحلاوة ترجع لكم، اللي تحب تزيد ولا تنقص حسب ما تحبون نتوما. بهذه الطريقة راهي جات قد كما نقولوا، ما هي حلوة بزاف وما هي صامتة. هنا رحت درت التفاح، ستفته. يعني يكون يتوفر عندك فواكه أكثر تكون أجمل وأبن. أكيد الموز والفراز، ولا تحبي ديريها جوست بالفراز، ديري فلون فراز من تحتها وديري الفراز وتزينيها بالفراز من فوق. الإبداع يرجع ليك سيدتي وحبيبتي المتتبعة. هنا بعد ما ستفتو هكذا بهذه الطريقة، نجيب هذاك الفلون يكون غلا برك، ماش راح يعقد لأنه ما فيش حاجة تخليه تعقد، مجرد يغلي برك. من بعد كي يبرد راح يحكم روحو كيما الفلون العادي. وشوفوا شكله ما شاء الله، أنا عجبني. وانتم قولوا لي في التعليق إذا عجبكم الشكل. والبنانة نقول لكم لأني ذقت راهي بنينة، جربوها وفرحوا بها عائلتكم. يعني ما فيهاش مكونات بزاف، مكوناتها بسيطة جدا، تقدري حتى تستقبلي بها ضيوفك، تحطيها لضيوفك، ما هيش رايحة تحشم بيك. شكلها جميل وبنتها جميلة بنينة. خليكم إلى الملتقى في فيديو آخر إن شاء الله. وما تنسوش ديروا لي لايك، وكما كل مرة نفكركم صلوا على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، واذكروا الله واذكروا الله واذكروا الله كثيرا، لأنه يقول اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ما تنسوش تصلي وقتكم في صلاتكم في وقتها، وهكذا تكون يومكم مليء بالحسنات وتكونوا مطمئنين. سلام. ما تنسوش وش قلت لكم، ديروا لي لايك،